بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير معلم. ازيكم يا شباب؟ السيشن اللي فاتت خلصنا الاف والالف والالسف، والسيشن النهارده هتكمل السيشن دول، هتبقى خلاص الاف ستيتمنت كل شروطها. النهارده هناخد حاجتين سهلين، يعني مش مهمين أوي لو أنت عايز تفهم بس الكونسيبت بتاع الاف. هما النسد اف والشورت اف. أول كونسيبت عندنا النسد اف او النسر بالعربي يعني تعشيش. تمام. تعشيش يعني حاجتين جوا بعض، يعني اسمها تعشيش. تمام. لو جيت هنا عملت يعني إيه تعشيش؟ تعشيش يعني احنا نحط اف جوا اف. ده الكونسيبت بتاع النست اف. يعني انا لو جيت هنا كتبت جريد وسجلت جوا الجريد ديت الفاليو بتاعتها مثلا 75، وتحت كتبت لو الجريد اف جريد bigger than or equal ال 50، هتخش لي هتعمل ايه؟ هتعملي اف تانية. تمام. يعني احنا عملنا شرط، لو الشرط ده اتحقق هتعملي حاجة تانية، ايه هي؟ لو مثلا الجريد bigger than or equal ال 90، هتعملي print ويكتب لي جواها excellent. طيب لو هي مش أكبر من 90 هتعملي ايه؟ والله تطبع لي else print، اعمل لي مثلا print لي just passed. طيب لو أصلا متحاشي. طيب احنا عايزين قبل ما نكتب الالس بتاعت الاف الأولى نفهم الكلام ده. انا بقول له لو الجريد احنا مسجلينها فوق بال 75، لو 75 bigger than or equal لل 50، هتخش لي في حاجه من الاتنين. لو هي اكبر من ال 50 وكمان اكبر من ال 90 هتطبع لي excellent. لو اكبر من ال 50 بس مش اكبر من 90، يعني شرط من الشرط اتحقق، هيبقى ايه؟ هتبقى else. طيب اصلا لو الشرط لو متحققش، يعني ال 75 ديت مش فوق اللي اصلا ال 50، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه else وprint وجواها you failed. لو جيت انا عملت run هيلاقي مطلع لي just passed. تمام. يعني انت عديت بالعافية. طب لو جيت هنا مثلا غيرت الفاليو بتاعت دي وخليتها مثلا 34 43 مثلا، اي كلام، يطلع لي you failed. زي الفل. كده انا بخلص الكونسبت الاول بتاع النسيدف، وهديلكم عليه تاسكات زي حاجات يعني بسيطة تحلوها، شوية challenges. بس دلوقتي هندخل في الكونسبت التاني اللي هو الشورت اف. الشورت اف ببساطة هي إن أنت بتكتب كل الاف ستيتمنت بتاعتك في سطر واحد. يعني أنا لو جيت مثلا سجلت فاريبل اسمه result مثلا، كتبت الريزلت ديت، لو الريزلت ديت ممكن أعمل إيه مثلا؟ احنا ممكن مثلا قبل ما نستخدم الاف نسجل فاريبل، ممكن نخلي الريزلت زي ما هي، بس يطلع فوق كده نسجل فاريبل اسمه age دوت equal مثلا 18، والريزلت بتيكوال ال adult، تكتب مثلا adult if، ونكتب جواه، نكتب في نفس السطر بتاع الريزلت ديت الريزلت الاف ستيتمنت بتاعتك. يعني لو جيت عملت اف وكتبت مثلا احنا قلنا له الريزلت هتبقى adult لو الايج دوت اكبر من او equal لل 18، وهتبقى يعني اعتبر ان ديت الاف ستيتمنت بتاعتك، دي بداية الاف ستيتمنت. طب وايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل لو ديت اتحققت؟ ده اللي هيحصل، يعني احنا مش هقلبنا الدنيا كنا ضربنا مقص كده. تمام. ريزلت هتبقى adult لو الايج bigger than or equal لل 80. طب لو مش equal لل 80، احنا عارفين ان في if وفي else. تمام. هتبقى else ومثلا minor. كده انا بقوله الايج ديت انت عرفت لي فاريبل اسمه ايج، والفاريبل بتاعت الايج ايكوال 18، والريزلت بتاعت الايج هتبقى adult لو الايج دوت more bigger than or equal 18، ولو مش كده تبقى minor. طبعا احنا دلوقتي عندنا 18 هي اكبر من هي اكبر، فهتبقى المفروض هيطلع لنا adult، فاحنا ما طبعناش اصلا. تمام. ممكن مثلا نشيل كده، نكتب جوه دي print، ونخلي ديت اللي هتحصل لو الكلام ده اتحقق. فلو جيت هنا عملت كده هيطلع لي adult عشان احنا اكبر. يعني لو جيت هنا عملت كده 10
وجيت هيطلع لي ماينر. احنا برضو محتاجين نعمل كده print، وفي الاخر هاجي اعمل كوس وهيطلع لي الماينر. وكده نبقى خلصنا الكونسبت السهلين بتوع النستد والشورت اف. وهيتفضلك بس شوية تاسكات خفيفة عشان تتست بيها ان انت بقيت زي الفل. هيبقى عندك 3 تاسكات في اخر السيشن. اول سيشن مثلا ممكن نعمل حاجة بتسأل عن الايج زي اللي احنا عملناها اللي هي بتاعت بلس 18. هتسأل عن الايج، ask for age. تمام. لو هتسأل أول حاجة لو 18 تبقى ايه مثلا، ممكن تقول هتسأل تاني ask for ليه مثلا if more than، أو لو if more than 60. فهنقول مثلا مثلا ممكن نقول كبير في السن، يعني مثلا نقول سينيور مثلا. تمام. ولو مش أكبر من 18 أصلا if not print child. تاني حاجة هتعمل بالشورت اف use short f for type of number if even or odd. تمام. هتستخدم الشورت اف عشان تسأل العدد ده زوجي ولا فردي في سطر واحد بس. دي تريكة حلوة ممكن تبحث عليها يعني. تالت حاجة هتعمل باسورد. ممكن تعمل ask for the password if more than 8 characters. هتسأل على حاجة تانية، هل فيها if has letters. then هتطلع له ايه، هتطلع له strong password. و if not هتكتب له ايه، تكتب له مثلا need letters. ولو اصلا الشرط الاول ده متحاشي هتطلع له ان الباسورد بتاعتك ضعيفة. تمام. وما تنساش بعد ما تخلص لي التلات تاسكات دول، لو ما فهمتش حاجة فيهم ممكن تبعت لي على الواتس. بعد ما تخلص التلات تاسكات بتوعك هتطلع لي النتيجة اللي طلعت معاك على الواتس. ان شاء الله يكونوا سهلين يعني وكله هيعملهم. ولما تخلص ابعت لي النتيجة بتاعتك على الواتس. واشوفكم في السيشن الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.